اوكي هبدأ من الأول. تمام. اوكي زي بعض. اوكي طيب بنعتذر لكم يا جماعة عن المشكلة اللي حصلت دي، كان في مشكلة في الشيرنج. طيب أنا مين؟ أنا شروق أسامة، GDSC منتور السنة دي لأسيوط يونيفرسيتي، وكمان وومن تك ميكر امباسدور في PR في GG، وايام ريماركبل فاسيليتيتور، وكنت السنه اللي فاتت مشاركه في السوليوشن تشالنج، وكنت متاهله من التوب 30 منارج. اوكي هنتكلم النهارده ان شاء الله عن البيزنس موديل كانفاس. خلاص كل الحته اللي حصلت في الاول دي هنعيد من الاول تاني. طيب خلينا نقول ايه هي البي ام سي، او الاول عاوز اسالكم، في حد جرب ان هو يشتغل على البي ام سي او اشتغل في اي مسابقه خاصه برياده الاعمال، او سمع حتى عن البي ام سي، او شاف الشكل ده قبل كده قدامه؟ الصوت كويس يا محمد؟ تمام اوكي. اتاكد بس من حاله كمان الصوت تمام. اوكي طيب عامة سواء شفتوا البي ام سي قبل كده او ما شفتهاش، ان شاء الله النهارده هنتكلم عنها بالتفصيل، وهنتكلم ازاي هي ممكن تفيدكم في البروجكتات اللي انتوا هتشتركوا بيها ان شاء الله في السوليوشن تشالنج، وليه هي بي ام سي مهمه. هي ممكن ما تكونش مطلوبه منكم وانتوا بتسجلوا في السوليوشن تشالنج، ولكن هي مهمه جدا وانتوا بتشتغلوا على البروجكت، لانها توضح لكم حاجات كتيره قوي وانتوا ماشيين. طيب ايه هي بي ام سي؟ هي الطريقه او التول اللي هي الفكره بتاعتنا بطريقه سهله، وبتعرفنا بالكونسبت والايديا بزنس وكل حاجه خاصه بيها. هي عباره عن صفحه بتكون فيها 9 بلوكات كده، وكل بلوك بيبقى فيه فكره معينه بتوضح لنا اكتر الفكره رايحه على فين، الفكره ايه اللي محتاجين ان احنا نضيفه فيها، بحيث ان هي كجزء بزنس تكون لوجيك ومنطقيه، ولما نيجي نشتغل تكنولوجي عليها او نبني اب او موبايل اب او سايت او ايا كان اللي احنا هنعمله، تكون بطريقه سهله وبسيطه، ما تكونش معقده. في غلطه كبيره جدا احنا كلنا بنقع فيها، خاصه الناس اللي هي كمبيوتر ساينس او ما لهاش علاقه قوي بالبزنس. هي اول ما تلاقي فكره، يلا بسم الله الرحمن الرحيم نشمر ايدينا وننزل كودينج وننزل UI UX، ولكن هي دي مش احسن حاجه مش احسن حاجه خالص، لانك لما بتعمل كده انت في جزء كبير جدا خاص بالبزنس انت معرفتوش، انت حتى معرفتش انت بتتارجت مين، فبالتالي البزنس الفكره بتاعتك كبزنس مش شغاله. هي ممكن كتكنيكال شغاله، ولكن كبزنس مش هتلاقي حد يستخدمها. ليه؟ لانك انت في الاول ما عملتش بي ام سي او ما اهتمتش بالبزنس موديل بتاعتك. هو ده الشكل اللي احنا هنشرحه النهارده، التسع بلوكات. طيب ايه هي فاليبل بروبوزيشن؟ في الاول كده ورقه وقلم وابدا سجل معايا الافكار دي، وانت كمان اكتب لو عندك فكره، لو عندك حاجه حاول تكتبها معايا. انا عارفه ان السيشن مسجله، بس هي حاجه كويسه ان هي تكون معاكم من الاول. ليه؟ لان يعني تبداوا تفكروا، لو عندكم سؤال دلوقتي ممكن نتكلم فيه او نتناقش فيه. طيب في الاول خالص حاول تحدد ايه المشكله اللي عندك، ايه المشكله اللي انت عاوز تحلها. اوكي، ولما هنا بنقول مشكله حاول ما تخترعش، حاول ما تقولش والله، تبقى قاعد كده مع اصحابك تقول والله انا حاسس ان في مشكله طب انت كنت شغال تاجر مثلا، حسيت بمشكله زي كده، فاذا احنا لازم لما نيجي نعمل مشكله احنا فعلا نعمل سيرفي عليها ونتاكد ان المشكله موجوده، لان احيانا بنتهيأ لنا ان هي مشكله، ولكن لما ننزل على ارض الواقع نلاقي الناس بتتعامل معاها عادي، مش اخدها مشكله، عندهم حلولهم الخاصه ان هم بيعرفوا يتعاملوا بيها. اوكي، فحاول تحدد المشكله، والمشكله دي تكون فعلا موجوده وفعلا بتضايق ناس او عامله يعني لغط او حاجه زي كده. طيب هنبدا نحل المشكله. طب وانا بحل المشكله دياتي ايه الفاليو اللي انا بضيفها ليها؟ يعني كلنا احنا عاوزين نعمل بيزنس، وبيزنس بيبيع وبيشتري، ولكن لازم تحط حته الفاليو. الفاليو هي اللي بتميزك، وهي اللي بتخليك ان الشخص عاوز يشتري منك، وان هو ليه يسيب المنافس ويجي لك انت. ليه؟ لانك انت بتقدم له فاليو اسهل، اوفر، كواليتي احسن. فالحاجات دي هي اللي بتميزك وبتخليك انا هختار قرار ان انا اشتري الحاجه دي. طيب على سبيل المثال تعال نشوف بروجكت السنه اللي فاتت اللي احنا كنا
اشتغلنا عليه السنه اللي فاتت، وهو اللي انا هستخدمه شويه في البي ام سي وهندي امثله عليه. احنا كان عندنا مشكله، كنا شايفين ان في ناس كتيره جدا مثلا دخلت كليات، وبعد ما دخلت الكليه دي هي مش عارفه تشتغل في انهي كارير. هي مش عارفه هي تشتغل في الكارير بتاعها اللي هي مجال دراستها، ولا تعمل شيفت كارير وتبدا في مجال حاجه جديده خالص. طب هي لو هتعمل كده، ايه اللي محتاجاه؟ ايه الرود ماب اللي هي محتاجه تمشي عليها صح عشان تقدر تدخل للمجال ده صح من غير ما تحرق وقت؟ طيب اذا في اماكن كتيره بتدي كورسات، ولكن مشكله الكورس هو انت لو محتاج عاوز تشتغل مثلا في الماركتينج هتقول لك خد كورس الماركتينج. لو عاوز تشتغل تروح للسوفت وير خد هو بنقدم لك سوفت وير كورس. طيب بس انا محتاج اكتر حد يقول لي انا محتاج ايه اصلا، يعني هل الماركتينج اصلا مناسب ليا؟ طيب هو الناس بتوع الماركتينج دول ايه السكيلز اللي هي بتكون عندهم؟ فانا اركز على السكيلز دي واشتغل عليها بدل ما اقعد احرق بقى في كورسات وفي فلوس وانا مش عارف اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. فاذا احنا الفاليو اللي احنا بنقدمها لك، احنا مش بنديك كورس، احنا بنديك منتور يساعدك وانت ماشي في الكورس ده، ايا كان الكورس اللي انت ماشي فيه، يساعدك يقول لك ده صح، لا ده غلط، لا السوق محتاج كذا، لا ما تذاكرش كذا، في حاجه تانية احدث، انت بتذاكر في حاجه قديمه. فهي دي الفاليو بتاعتنا، احنا مش بنقدم لك كورسات على قد ما احنا بنقدم لك منتور يساعدك في الطريق. ما تبقاش كده بتذاكر لوحدك ومش عارف ده صح ولا غلط ولا انا بضيع وقت ولا بعمل ايه. اوكي، على اساسه هل الفاليو دي فعلا الناس حاسه بيها؟ هل حابينها بيتفاعلوا معاها ولا لا مش مهتمين بيها، شايفينها عاديه موجوده عند ناس كتيره؟ اوكي، فجزء الفاليو ده مهم جدا ان انتوا تحطوه. يبقى كده عندنا ويب سايت، والويب سايت ده ايه القيمه اللي هو او الحاجه الزياده اللي هو هيقدمها، وهو ده اللي هيجذب بيه الكاستمر. طيب الفاليو احيانا الناس بتتخيل ان انا يا اما ان انا لازم تبقى فيه مشكله، لا، في جين وفي بين. ايه هو الجين؟ اللي هو مكسب. مثال، الناس ليه ممكن تشتغل تشتري من ابل او ليه تشتري مرسيدس؟ رفاهيه، هي بتدور على رفاهيه، هي عاوزه تمسك الموبايل ابل وتقول انا شخص مرفه ودافع 50,000 ولا 30,000 في الموبايل ده. تمام، فاذا انا ممكن اكون بلعب على رفاهيه وممكن بلعب على مشكله، فانا لازم احدد الحاجه دي لان على اساسها برضو بيتبني التكنولوجي بتاعك على المشكله دي. طيب مثلا انا شايف ان الناس اللي في الصعيد بتبقى دايما فرصهم اقل ان هم يشتغلوا في شركات في القاهره. ليه؟ مثلا ان هم مش عاوزين يسافروا، هم مرتبطين بعائلاتهم هنا، هم عاوزين يشتغلوا من اسيوط، بس الفرص هنا في اسيوط مثلا قليله، هم عاوزين يشتغلوا مش عاوزين يروحوا ويجوا في القاهره، او ان هم هيتكلفوا كتير لما يروحوا القاهره. ودي على فكره مشكله يعني فعلا حصل الهجره الداخليه ان كله بيروح القاهره. القاهره بقى فيها تعداد سكاني كبير جدا وحاصله مشاكل بسبب كده. طب انا هعمل لهم ايه؟ انا هعمل لهم ويب سايت او موبايل اب يوفر لهم وظائف، والوظائف دي توفر لهم شغل ريموتلي. والله هم قاعدين في البيت، خاصه الناس السوفت وير انجينير، هم قاعدين في البيت هيخلصوا التاسكات بتاعتهم، هم في اسيوط، هم في هنا، وهم في اسوان، ايا كان، والشغل في القاهره مثلا. فانا لعبت على مشكله. تعالى مثلا نشوف جيم، بلعب على مكسب. تعالى نشوف ايه المكسب اللي انا بقدمه. تخيل مثلا ان احنا عندنا شركه بتقدم اي تي سيستم، انا بعمل اي تي سيستم ان انت تبقى قاعد في بيتك كده تقول هاي اليكسا شغلي لي شغلي لي المكيف، شغلي لي التلفزيون، اقفلي لي الستائر. هل دي حاجه اي حد محتاجها؟ يعني مثلا هل دي بتبقى حاجه ملحه؟ يعني هي مشكله عندنا؟ لا، هي مش مشكله، هي مكسب، هي رفاهيه ان شخص يكون عنده اي تي سيستم او عنده سمارت هوم ويبقى قاعد كده مرفه في البيت ويطلب اللي هو عاوزه وهو قاعد. فانا لازم اركز هو الفاليو اللي انا بقدمها دي هي بتلعب على ايه بالظبط، او هي مركزه على ايه، على مشكله ولا رفاهيه ومكسب؟ فده برضو بيتبني على حاجات كتير. طيب بعد كده بنروح للكاستمر سيجمنتس. كاستمر سيجمنتس اللي هو الناس اللي انا هعمل لهم الاب ده، او اللي انا هعمل لهم التكنولوجي دي، او اللي انا هقدم لهم البرودكت. يا سيدي ايا كان البرودكت ده بيتمسك في الايد ولا حاجه سوفت كده. طيب الكاستمر دول مين؟ في حاجه مشكله كبيره جدا بنقع فيها كلنا. تيجي تسال شخص والله الموبايل اب ده انت بتارجت بيه مين الكاستمر بتاعتك؟ هيقول لك ايه؟ انا بتارجت الناس كلها، انا بتارجت المصريين كلهم. مفيش حاجه اسمها انا بتارجت. والله حتى الميه والهواء
في ناس عافانا الله بتتأذى منهم، يعني في ناس عندها مشاكل مع الميه. انت مش بتعمل برودكت زي الميه والهواء الناس كلها تقلبها. اوكي، ومهما عملت مفيش منتج ينفع يسد حاجات الناس كلها. ده صعب مش صعب، ده مستحيل. اوكي، فانت لازم تتارجت او تحدد مين الكاستمر بتاعتك، لان الكاستمر بتاعتي مثلا وهم عندهم 20 سنه غير الناس اللي عندها 50 سنه غير الناس اللي عندها 70 سنه. فانا هلعب مع مين؟ هو انا لما هنزل هتكلم مع مين بالظبط؟ الناس اللي هي خريجه جامعات، الناس اللي هي خريجه معاهد، الناس والله اللي هي بتشتغل اوريدي نزلت تشتغل في سوق العمل. انا بتارجت مين من ده كله؟ ليه؟ عشان ما احرقش وقت. لو انا بفكر على البيزنس وبفكر ان البروجكت بتاعي يستمر ويبقى موجود. اوكي، مثلا انا لما كنا بنعمل بروجكت بتاع دايركت مي اللي هو خاص بالمنتورز، كنا بنتارجت مين؟ الطلاب والناس اللي هي لسه خريجه. الطلاب اللي هم لسه ملخبطين، انا مش عارف ادخل انهي كارير، انا مش عارفه طب لو هشفت كارير هروح لفين بالظبط. فاحنا كنا بنلعب على الناس دي، هو دول اللي احنا بنتارجتهم، والناس اللي هي اتخرجت وبرده لسه تايهه في الجزء ده. فضروري جدا ان انت تحدد. ليه؟ لان انا لما هاجي اشتغل على الموبايل اب وهاجي اعمل له كودنج او هبدا يعني في الاول خالص اعمل له يو اي اكس وهرسم الموبايل اب بتاعي، هقول اوكي انا بتارجت الناس اللي هي لسه خريجه. فانا هخلي جزء كده هساله انت خريج ايه، وهو بيملى مثلا الفورم هساله انت خريج ايه، طب خريج انهي سنه. ليه؟ عشان ابقى عارف انهي كاستمر داخل عندي هو محتاج ايه. اوكي، فالحاجات دي بتفرق. طيب هسأل نفسي كمان مين أنا بشتغل مع بي تو بي ولا بي تو سي، وده في فرق كبير ما بينهم. البي تو بي اللي هو بزنس تو بزنس، أنا عندي بزنس وهبيعه البزنس، أنا شركة بتعمل سيستم وهبيعه لشركة عاوزة سيستم للموظفين مثلا، اللي هو الدخول وخروج الموظفين، ومثلا أي حاجة تخص الموظفين أو سيستم شغالين بيه. أوكي، فأنا كده هشتغل مع شركات، يبقى انا هجهز الفكره بتاعتي ان انا بشتغل مع شركات. يبقى انا لما هعمل الويب سايت هيبقى موجه اكتر، بكلم الشركات مش بكلم الناس اللي هي افراد. تمام. طب انا لا، انا هعمل بي تو سي، انا بزنس تو كاستمر، يعني بتعامل مع فرد واحد بس. انا هعمل موبايل اب بيوفر فرص عمل للشباب، اذا انا هتعامل مع كل كاستمر لوحده. فده برضو مهم، وده بيوضح لي اكتر هو انا هبني التكنولوجي دي ازاي. طيب ببدا بقى اكريت كده زي بروفايل للكاستمر بتاعي. يعني هو الكاستمر ده بتاعي ايه المشاكل اللي عنده، طيب هو بيشتغل ايه، الليفل بتاعه ايه. الحاجات دي بتخليني عندي نولج اكتر بالكاستمر، وانا بتكلم معاه حتى انا عارفه اوصل له، انا عارفه بلمس المشكله اللي عنده واقدم له الحل اللي هو محتاجه. عكس مثلا ما ينفعش اقول ايه، طيب انا بقدم ويب سايت بيقدم منتور يساعدهم يشتغلوا. اوكي، المنتور ده هو طيب واروح نازله مثلا الناس اوريدي شغاله وعندهم بتقبض والدنيا تمام، اقول لهم انا بوفر لكم منتور ايه؟ هم اللي يكونوا منتور، هم اصلا عدوا المرحله دي، هم ما شاء الله ناس شغاله وبتقبض والدنيا تمام معاهم. ما ينفعش تنزل تقول لهم انا بوفر لكم منتور، الا اذا انت مثلا بتوفر لشركه يعني حاجات خاصه اكبر بقى، اللي هو كونسلتنت وكده، فلا دي حاجه ثانيه خالص. اوكي، فدي مهمه وانا ببني البروجكت بتاعي. طيب الكاستمر سيجمنتس مش بس بنكتبه كده، بنحاول نعرفه اكتر، زي مثلا هو عمره، هو الفئه، هو ولد ولا بنت. ليه؟ لان في دلوقتي مشاريع بتبقى بتخص للبنات بس، زي مثلا مشروع في اسيوط اسمه تمكني، هو بتحاول تتارجت البنات اللي هي بتحاول تبدا البيزنس بتاعها او تعمل شيفت كارير او تبدا في الكارير عامه. فهي بتارجت البنات، هي اسمها تمكني، هي بتقول للبنت تمكني واشتغلي، فاذا هي بتارجت بنات. هل ينفع انزل للولاد اقول لهم اشتركوا يا جماعه في تمكني؟ لا مش هتبقى فكره معقوله. اوكي، الليفل انكم ليفل، انا ما ينفعش اقول دلوقتي انا بعمل اي تي سيستم وبعمل هوم سمارت وحاجات حلوه قوي كده، تمام، وانزل لليفل هم مش محتاجين الحاجات دي، هم ما عندهمش مشكله يقوم يقفل ويفتح النور عادي. انا ليه اعمل سيستم 30 ولا 40 الف؟ ليه يعني؟ اوكي، لا انا هروح لليفل ناس كلاس ايه، الناس دي عندها فيلا مثلا، فهي حابه تحس الرفاهيه دي، ان يكون مثلا تبقى قاعده في البيت تقول لالكسا اقفلي النور افتحي النور، الحاجات دي.
تمام. كمان بركز هو في انهي دوله وفي انهي سيتي وانهي ريجن، انهي منطقه، لان انا دلوقتي لو رحت للصعيد لاسيوط مثلا هلاقي احتياجات اسيوط غير احتياجات القاهره غير احتياجات اسكندريه. ما ينفعش اروح اقول بتوع مثلا القاهره انا جايه اقول لكم ازاي تلاقوا شغل. هو عندهم شغل كتير، عندهم شركات، هم ممكن يكون عندهم مشكله تانية في ان هم مش عارفين يشتغلوا على حته ان هم محتاجين حد يساعدهم في الخبرات او يكون عنده اكسبيرينس. بس مين عنده مشكله دي؟ اسيوط مثلا عندها في ناس سوفت وير انجينير كويسين جدا، بس الشركات اللي موجوده لسه قليله. فانا هقدر لو هعمل حاجه خاصه بالسوفت وير انجينير فهتبقى كويسه في اسيوط. اوكي. طيب كمان بشوف اللايف ستايل بتاع الشخص والبيهيفير بتاعه وطريقه تعامله. الحاجات دي كلها بتكون لي معلومات احسن للكاستمر. مش عاوزين نتكلم كتير لان لو فتحنا في الموضوع ده ممكن الموضوع ده خاص بالماركتينج اكتر، ولكن حددوا شويه الكاستمر بتاعكم ولد ولا بنت، طب هو مستواه ايه، طب سنه كام، او الرينج بتاع السن بتاعه رايح فين، طب مستواهم ايه، طب الناس دي ايه المشاكل اللي عندهم احنا هنحلها لهم. كده انت فعلا هتوصل للعميل بشكل افضل وهتبني له حل يساعده اكتر. ايه الشانل بقى؟ ايه الطريقه اللي انا هوصل له الحاجات دي كلها؟ انا عملت اب وحددت الفاليو بتاعتي وعرفت مين الشخص اللي انا هبيع له الحاجه دي او هخليه يستخدم الموبايل اب ده. طيب الطريقه بقى اللي هو هيستخدمها او اللي هو الطريقه اللي هتوصل له اصلا. طيب في كوميونيكيشن، طريقه تواصل، وفي فيزيكال وفي فيرتشوال، في دايركت واندايركت. طيب تعالوا كده نشوف الطرق اللي احنا دلوقتي بنشوفها كتير جدا من طرق التواصل. ايه هي؟ هنلاقي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دلوقتي اي حد عاوز يوصل للعملاء بتاعته بيركز على السوشيال ميديا. وطبعا السوشيال ميديا بتختلف من مكان على حسب البيزنس او على حسب الموبايل اب اللي انت عامله. يعني انا مثلا لو انا بعمل موبايل اب خاص بالتوظيف، لا انا هروح للينكد ان اكتر. فيسبوك مهم ولينكد ان برضو مهم. لو انا بعمل حاجه خاصه بالفاشن فانا هروح للانستجرام وممكن تيك توك. لو انا هعمل حاجه خاصه بالاكل، لا تيك توك دلوقتي بقت جامده جدا في حته الاكل. فطبعا حته الشانل دي بتفرق من شركه لشركه ومن ستارت اب لستارت اب ومن فكره لفكره. كمان التشانل مش بس ان انا ويب سايت والحاجات دي، في فيزيكال تشانل. ايه هي الفيزيكال تشانل؟ ان انا والله انا عملت برودكت معين ملموس، يعني ينفع يتمسك، جزمه معينه، شكل معين، حاجه كاستمايز مثلا العميل طالبها ان انا اعملها له بشكل معين. فانا في فيزيكال تشانل اللي انا اوصلها له، فانا اذا محتاجه اشترك مع خدمه توصيل او حاجات زي كده عشان توصل للعميل ده، فده مهمه. اوكي. في اغلب الحال بما اننا ان احنا بنشتغل على السوليوشن تشالنج، فطريقه التوصيل بتاعتنا هيكون موبايل اب، هيكون ويب سايت برضو دي من الطرق ان احنا بنوصل بيها للعميل. طيب ايه كاستمر ريليشن بقى؟ ايه الحاجه اللي انا هعملها للعميل هضمن ولاؤه، الحاجه اللي انا هخليه يحبني او يعني ايه واثق في الموبايل اب بتاعي ده او التكنولوجيا اللي انا بقدمها له. طيب خلينا نبقى متفقين كده، مش اي حاجه انا بعملها على الاب بتاعي او البروجكت بتاعي، خلينا نقول البروجكت لازم يكون بفلوس. لا، في حاجات تانية بعملها اضمن ان الكاستمر ده يفضل معايا. على سبيل المثال كان في بروجكت شغاله معاه، هم بيقدموا حلول خاصه بالزراعه، اللي هو مثلا لو انت عاوز سماد عضوي بدل ما تشتري سماد كيميائي وحاجات زي كده مش كويسه للارض، لا انا بقدم لك سماد عضوي كويس وتضمن ان الزراعه بتاعتك هتكون عضويه وهتقدم لك يعني هتبقى مفيده صحيا وحاجات زي كده. طب الناس دي كانت بتعمل ايه؟ تيجي مثلا على موسم زراعه الطماطم ويروحوا باعتين مسج لطيفه كده لكل الناس، وممكن يتصلوا بالمزارعين يقولوا لهم على فكره موسم زراعه الطماطم هتبدا كمان شهر، انت لو محتاج تزرع طماطم بشكل كويس احنا عاملين فيديوهات بنشرح لك فيه تزرع الطماطم. هل الخدمه دي كانت بفلوس؟ لا، ولكن هو بيخلي العميل دايما يبقى واثق، الناس دي خايفين عليا والله، بيتابعوا معايا من وقت لتاني كده، بيقولوا لي خلي بالك احنا فاكرينك، على فكره احنا هنقدم لك حاجه كويسه. في طريقه تانية من الكاستمر ريليشن شيب، ان انا لو بعت حاجه للشخص ما سيبهوش، اللي هو ايه، ما اشترى حاجه ما اختفيش بقى عنه. اللي هو لو مثلا حاجه دي باظت هيصلحها ازاي؟
يقدر يتواصل معايا وانا اقول له تمام، في خدمه ما بعد البيع انا هقدمها لك، وان احنا هنصلح لك الحاجه حتى لو فور فري، مفيش مشكله، بس انا ضامنه الكاستمر ده معايا، الكاستمر ده جه وشاف والله الحاجه اللي انا بقدمها كويس، ف فهفضل معاه. طيب تعالوا نشوف حاجه تانية احنا بنشوفها كتير قوي في الكاستمر ريليشن، السبورت شات. انا لو دخلت موقع معين فيه كورسات وبتعلم حاجه وفجاه لقيت السيرتيفيكيت بتاعتي ما نزلتليش، اذا عندي مشكله، السيرتيفيكيت ما نزلتش وانا مش عارفه اعمل ايه، والسيرتيفيكيت دي مهمه انا دافعه فيها فلوس. ففي سبورت شات بدخل اتكلم معاه واقول لهم والله يا جماعه انا عندي مشكله في 1 2 3. الناس دي هترد عليا تقول لي فعلا في مشكله وادي السيرتيفيكيت بتاعتك، او لا انت نسيت خطوه تعملها، اعمل كذا وكذا وكذا. فدي من ضمن الكاستمر ريليشن شيب، انا في تواصل مع العميل على طول، مش اللي انا ببيع له حاجه او بدي له الحاجه وارميها له كده وخلاص بكتفي. تمام. الريفينيو ستريم، الريفينيو ستريم دي حاجه بقى الخاصه بالفلوس. طيب في معلومه مهمه بس حابه اقولها لكم الناس اللي بتشترك في السولوشن تشالنج دلوقتي. ممكن دلوقتي تتخيلوا ان هو ايه ده، هو كل حاجه بيزنس وكده، هم السولوشن تشالنج هدفها اصلا بيزنس؟ لا، هي مش هدفها بيزنس، هي هدفها ان انت تشوف مشكله موجوده في مجتمعك وتبدا تحلها. اوكي. طيب هل معنى كده ان المشكله لازم تكون بتقدم حاجه بفلوس، او كاستمر او الكلاينت او اليوزر اللي هو بتعامل معاه ده لازم يدفع فلوس؟ لا، مش لازم، مش لازم خالص. ممكن تعمل بروجكت نون بروفيت. بس في حاجه بقى لازم تفكر فيها، انا لو عملت بروجكت تكنولوجي بستخدم ويب سايت، هعمل ويب سايت، فانا اذا هيكون معايا ديفلوبر دول محتاجين فلوس فيما بعد لو انت عاوز تكمله بقى از ستارت اب. طيب مش بس الديفلوبر، انا السيرفر اللي انا هحجزه، الدومين اللي هيكون معايا، الحاجات دي كلها بتصرف. فاذا نون بروفيت، لو انا ما لقيتش جهه مانحه تديني فلوس تساعدني فيه، لا انا مش هعرف اكمل. حاجه كمان، هما دايما بيحاولوا يشوفوا السستينابيلتي. هو ايه اهداف ال 17 هدف اصلا؟ الاستدامه والاستمراريه، ان انت تبقى على طول في استمرار. الشركات اللي بتفوز او الافكار اللي بتفوز في السولوشن تشالنج بيبقوا مركزين الفكره دي هل ممكن تتحول لستارت اب فيما بعد ولا لا. فانا دلوقتي انتوا مش لازم تركزوا في حته الستارت اب والبيزنس وتدخلوا فيها قوي، هو كفايه قوي ان انتوا تعملوا BMC اللي هو 9 خانات تبنوهم كده بافكار صغيره وخلاص، وهوريكم مثال ليها. بس انتوا مش محتاجين تدخلوا في البيزنس بلان والحاجات دي، مش هتطلب منكم ولا هتتسال، بس ممكن يسالوكوا تضمن منين الستارت اب الفكره بتاعتك تكمل وتكمل الستارت اب. طب انت الفكره بتاعتك دي شايفها فين بعد كده؟ هل شايفها بروجكت هتقدمه للسوليوشن تشالنج وتركن بعد كده وخلاص شكرا، ولا انت عاوزه يكون فعلا بروجكت وتكمل فيه ويبقى حاجه بيزنس فعلا؟ فده سؤال مهم جدا. فبس عشان ما تتخضوش من حوارات البيزنس والحاجات دي، انا عارفه اغلب الناس دلوقتي لو هم حاسباتهم معلومات ما يكونوش عندهم فكره عن المعلومات دي، ولكن لا، الموضوع بسيط، ممكن شويه سيرش بسيط. الحاجات دي برضو هتفيدكم لما تيجي تبنوا التكنولوجيا، هتوضح لكم اكتر. هو طيب انا هرسم مثلا موبايل اب، والموبايل اب ده هيوديني في الاول مثلا لوج ان، بعد ما هيعمل لوج ان هطلب منه معلومات معينه. طب الكاستمر بتاعي ده شكله ازاي، سنه كام، هل السن مهم فاطلب منه سن ولا لا لو هو بيسجل. طب بعد ما اسجل هل هيشترك معايا ازاي، هيبقى فيه سبسكريبشن ولا يبقى عامل ازاي. الحاجات دي هتبقى كده كده از تكنولوجي هتطلب منكم، ففرصه ان احنا نعملها في BMC. سوري نسيت اقول لكم الريفينيو ستريم اللي هو ازاي تكسب بقى. طب وانا هكسب ازاي من الموبايل اب بتاعي او ويب سايت او عملت ويب سايت خاص بالماشين ليرنينج او بيرد مثلا بالماشين ليرنينج زي شات GPT؟ الحاجه دي هتكسبني ازاي؟ تعالوا نشوف اشكال اللي انا ممكن اكسب بيها. في الاسيت سيلز اللي هو الاصول بتاعتي بعمل لها مبيعات. يعني عندي عربيات معينه، عندي عربيات، انا عندي شركه توصيل، انت عاوز والله توصل حاجه معينه، انت ممكن تتاجر العربيه بتاعتك تروح توصل بيها، او ابعت سواق بالحاجه بتاعتك ويروح يوصلها. فدي ممكن تكون طريقه، ممكن تكون بالسبسكريبشن، ودي طرق كتير جدا دلوقتي بنشوفها. زي لما انت بتدخل على ويب سايت مثلا زي منتور دلوقتي، او ويب سايتات كتيره موجوده، بيقول لك ايه، هتعمل سبسكريبشن، عاوز انهي باكج بقى، هتدفع $10 في الشهر
ولا $20 للسنه كلها، ولا انت ديفلوبر ولا انت شركه، هنتعامل معاك بانهي طريقه. فدي ممكن تكون طريقه للسبسكريبشن اللي هي او طريقه الدفع. اوكي. في مثلا رينتنج اللي هو شخص هيدخل يحجز عندك حاجه. مثلا انا عاوزه انزل عندي كورس مسجلاه، فعاوزه ويب سايت بتاع زي المنتور، هدخل هحجز فيه مساحه وادخل احط فيه الشغل بتاعي او الكورسات بتاعتي. طب والفلوس اللي هتيجي هتقسم بالنص ولا هتكون زي انا اصلا مأجراها؟ فانا هدفع كده للويب سايت فلوس ان هي ايه، انا مقابل ان انت هتنزلوا لي الكورس ده انا هدفع كذا. اوكي. فالحاجات دي مهم ان انتوا تبقوا بتفكروا فيها. مش مهم خالص دلوقتي تحطوا الريفينيو ستريم، بس فكروا فيها، يعني خلوها في بالكم. الكي ريسورسز وهي حاجه مهمه جدا، وهي اللي بتخلينا اصلا نبني بروجكت. يعني ايه كي ريسورسز؟ ايه الحاجات اللي انا محتاجها علشان البروجكت بتاعي يتبني اصلا؟ زي ايه مثلا؟ انا محتاج ديفلوبر، انا لو موبايل اب بعمله فانا محتاج ديفلوبر. انا محتاج فلوس تساعدني عشان اقدر ادفع السيرفيس بتاعت الدومين والحاجات اللي انا هحجزها خاصه بالويب سايت، الهوستنج. اوكي. طيب انا محتاج ايه كمان؟ تعال نبص كده. الحاجات اللي كتير ريسورسز ممكن تكون فيزيكال، وممكن تكون حاجات فاينانس، وممكن تكون حاجات هيومن. يعني فيزيكال زي ايه؟ انا محتاج مقر معين او مكان او بليس، يعني مكان اكون حاجزاه عشان اشتغل فيه. انا مثلا شركه بتقدم كورسات، فالشركه دياتي عشان تقدم كورسات هي مكان، عاوزه مكان تحجزه عشان الناس تيجي فيه. دي طبعا فكره قديمه جدا، ويفضل ان انتوا ما تعملوش حاجه زي كده. دلوقتي كله شغال اونلاين. اوكي. او مثلا انا هعمل حاجه اي تي سيستم، فانا محتاجه مكان اخلي الاقي ديفلوبر متجمعين فيه وكلهم قاعدين يشتغلوا على حاجات عندهم الكيت بتاعت الاي تي، وقاعدين يبرمجوها يشتغلوا عليها كودينج. اوكي. طيب محتاج ماشين او الات تساعدني ان انا اعمل الحاجه بتاعتي. طب تعالوا نشوف الجزء الهيومن. الهيومن اللي هو انا محتاج ناس تكون مثلا عندها يعني حس كرياتيف كده، ان هي تكتب كونتنت مثلا، او تشارك في الماركتنج، او تعمل فاينانس، او الحاجات دي كلها. فانا محتاج ناس تساعدني. فانت برضو لو انت بتشتغل كشخص لوحدك، فهي مش احسن حاجه ان انت تشتغل لوحدك. دايما لما بتلاقي افكار شخص شغال لوحده هيجي وقت ويتعب ويسيب الشغل كله، ده اغلب اللي بيحصل. طيب هو محتاج يكون معاه تيم يساعدوا يفكروا ويعملوا الحاجات الخاصه بالماركتنج، الحاجات الخاصه بالفاينانس. الحاجات دي كلها بتفرق، وهي اللي بتساعد ان الفكره تكمل. في الاخر خالص الكي اكتيفيتي، انا بعمل ايه بقى؟ ايه الاكتيفيتي اللي انا بعملها عشان اكسب فيها؟ طيب الكي اكتيفيتي اللي هو خلاص احنا كده كده اصلا اتحددت. كي اكتيفيتي احيانا بتكون بتجاوب على الاسئله بتاعت الفاليو بروبوزيشن، بتاعت التشانل، بتاعت الكاستمر ريليشن، بتاعت الريفينيو ستريم. اقول لكم ازاي. انا دلوقتي ايه اللي انا بقدمه من خلال الويب سايت اللي انا قلت لكم عليه في الاول خالص؟ اللي انا مثلا عاملين ويب سايت وبيقدم منتور. ايه الاكتيفيتي اللي احنا بنعملها؟ ان احنا بنعمل ويب سايت، وهو السؤال بيرد على نفسه، ان احنا بنقدم لك منتور بس. هي دي الكي اكتيفيتي بتاعتنا، احنا بنقدم لك منتور، ان احنا بنقدم لك بلاتفورم تدخل تحجز عليها، ان انت تحجز مثلا مع منتور، تحط الاسئله بتاعتك والمنتور يدخل يجاوبك عليها. عاوز تشوف مثلا شخص زي باشمهندس اسلام مدحت، عاوز باشمهندس عمر صلاح. باشمهندس اسلام مدحت هو اندرويد ديفلوبر، باشمهندس عمر صلاح ماشين ليرنينج انجينير. انت عندك اسئله مثلا في مجال الماشين ليرنينج، فانت تدخل تحجز معاه سيشن وتساله كل الاسئله، وممكن تطلب منه ان هو يحط لك رود ماب هيجاوب لك على كل الاسئله دي. فدي الاكتيفيتي بتاعتي، ان انا بقدم ويب سايت، ويب سايت ده عليه يعني المنتور، ويقدر كمان ان احنا بنقدم لك جزء ان انت ازاي تحجز من خلاله. نظم لك بقى كالندر، والكالندر دي مثلا نبقى حاطين لك مين اللي هتحجز معاهم الشهر ده، وهتدخل معاهم كام ساعه، والحاجات دي كلها. طيب في اكتيفيتي برضو احيانا بتكون خاصه بالبرودكشن، بتكون خاصه بالسيلز او الكاستمر سيرفيس، الماركتنج، الريسيرش، ايا كان على حسب بقى المجال اللي انت بتشتغل فيه. مين بقى الكي بارتنرشيب؟ طب هو انا ليه ممكن اكون محتاج بارتنرشيب؟ ليه اصلا البارتنرشيب بيكون مهم عندي؟ انا لما بعمل ويب سايت، او لما بعمل بلاش الويب سايت عشان اتكلمنا كتير عنه، انا لما بعمل مثلا بقدم خدمه، بصنع حاجه معينه،
اوكي. التصنيع ده محتاج يكون عندي مصنع. بدل ما اجيب عندي مصنع والمصنع يكلفني وابني مصنع من اول، طب ليه؟ طب ما اروح اشترك، اعمل شراكه مع مصنع، والمصنع ده اتفق معه والله احنا محتاجين مثلا 100 ايتمز مثلا، على حسب الايتم اللي انت محتاجها دي، 100 تيشرت. اوكي. التيشرتات دي هاتها واحنا اللي هنحط اللوجو بتاعنا، او احنا هنعمل تطريز. كان في فكره حلوه خاصه بالفاشن وكده. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيقولوا احنا بنقدم حاجات عليها بنشتغل فيها بالتطريز. الفكره بتاعتنا احنا مش بنطبع طباعه عاديه، احنا اي برودكت انت هتشتريه هيكون شغال عليه بالتطريز. شنط، تيشرتات، حاجات، حتى شنط الظهر، شنط ايد، اي حاجه خاصه الشرابات، اي حاجه انت محتاجها هيكون عليها شغل تطريز. فاذا هي قيمتها اعلى وشغل التطريز بيبقى شكله احلى. تمام. هل هم محتاجين بقى يروحوا جايبين ايه؟ يروحوا مأجرين مكان، بعد ما يأجروا مكان يجيبوا مكان خياطة ويجيبوا ناس تشتغل المكان عشان المكان خياطة يشتغل ويصنعوا تيشيرتات، ومن التيشيرتات دي ياخدوها يشتغلوا عليها تطريز؟ ايه اللفة الطويلة دي؟ هيلاقوا نفسهم كلفوا كتير جدا عشان تيشيرت يطلع ب 100 جنيه مثلا، ولا 300 جنيه مثلا عشان شغل التطريز، فهتطلع مثلا تيشيرت 300 جنيه. كلفوا نفسهم كتير جدا عشان طلعوا حاجة قيمتها مش كبيرة. طيب كانوا بيعملوا ايه بقى؟ كانوا بيروحوا المصنع ده بيتفقوا معاه عاوزين 200 شنطة مثلا بشكل كذا، و300 تيشرت لونهم كذا وبمقاسات كذا. بياخدوا التيشرتات دي وهم بعدين يبدأوا عليها تطريز هاند ميد. اوكي. هم بدل ما يكلفوا نفسهم الحاجات دي كلها، وبتبقى الشراكه مفيده كمان، لان الشريك نفسه اللي انت دخلت معاه بارتنر انت بتضمن له ان هو يفضل شغال، خاصة لما بتطلب منه كميات كبيرة. هو بيقلل لك السعر بدل ما انت تعمل الحاجة بسعر غالي وتخسر. تعالوا نشوف شكل تاني من البارتنرشيب، ان انت تعمل بارتنرشيب مع مثلا جودادي. جودادي بيقدموا لك خدمة الهوستنج والدومين والحاجات دي كلها. فانت بدل ما تدفع لهم كتير، فلا احنا هنعمل بارتنرشيب مع الناس دي، هما هيقللوا لنا من سعر الهوستنج اللي هيتعمل للويب سايت. مش انا ضمنت كده ان انا الويب سايت بتاعي هيبقى شغال كويس وبسعر مناسب؟ اوكي. ممكن يكون السبلايرز اللي هم المستوردين اللي انا بيقدموا لي الحاجات دي. بدل ما انا مثلا هجيب ايتم، اقول لكم على مثال احنا كنا شغالين عليه، اي تي سيستم. الاي تي سيستم بدل ما انا اروح اجيب الاي تي سيستم وانا اصلا لسه ببدا، انا لسه الفكره بتاعتي لسه بتبدا، واجيبه بقى اروح اشحنه من الصين ولا اليابان ولا ايا كانت الدوله دي، اروح اجيب السيستم وانا لسه هعمل له كودنج، والسيستم هطلبه بالواحده او باتنين يعني على حسب المطلوب عندي. مثلا 10 ايتمز، 10 دول هيكلفوني مبلغ كبير جدا، لسه هعمل عليه كمان سوفت وير، والسوفت وير دول شغل الديفلوبر فهيتكلف اكتر. فالمنتج النهائي مثلا عشان اطلع سمارت هوم هلاقيني مكلفه 100,000 جنيه. يا نهار اسود، وانا مش لاقي اصلا كاستمر يشتري الحاجه اللي ب 100,000 جنيه. طب ايه الحل؟ ايه افضل اللي انا اعمله؟ لا، انا هروح لشركه هي اوريدي بتستورد عدد كبير جدا، فالسعر بتاعها بيبقى ارخص. فبدل ما كنت هاخد بالواحده مثلا اشتريه من الصين ب50,000، لا انا هشتريه من الشركه دي ب20,000. شوفوا انا وفرت كام، وبعدين هعمل عليه جزء البروجرامينج او الكودينج بتاعه. فبدل البروجكت بتاعي بدل ما كان بيتباع ب100,000 جنيه ومش مش لاقي حد اصلا يشتريه، والمكسب بتاعي 10,000 جنيه ولا مبلغ صغير 5,000 جنيه، وكلفت نفسي وعملت مجهود كتير جدا، لا انا لخصت الحوار ده. بقيت مثلا ببيع الحاجه ب50,000، المكسب بتاعي انا لوحده 15,000. انا واو، انا داخل لي مبلغ كبير جدا، وفي نفس الوقت ضمنت ان الكلاينت يفضل شغال بيشتري مني. اوكي. ففكروا دايما البارتنرشيب بتبقى حاجه كويسه ان هي تساعدك، خاصه لو انت لسه بادئ في المجال. اوكي. تعالوا كده دلوقتي، احنا مش عارفه وقت معانا قد ايه، انا خايفه اكون وقت فاتني. حل الوقت تمام معايا، او محمد ممكن يقول لي الوقت تمام؟ اوكي تمام. طيب روح بقى
لاخر جزء، وده جزء مهم جدا اللي احنا نبدا بقى نفكر فيه. النت النهارده مش احسن حاجه عندي. تاني. طيب لو حد لسه متابع معايا دلوقتي، حد يقول كده هو كتب حاجه، فكر في البروجكت بتاعه، الفكره بتاعته، كتب اي حاجه. لو ما كتبتش او حسيت الموضوع كبير عليك، تعال نفكر هنا ونشوف الموضوع هيبقى ماشي ازاي. طيب تلخيص كل الكلام اللي احنا قلناه ده، هو هيبقى محطوط 9 بلوكس زي دول بالظبط، وصغيرين جدا، يعني مش محتاج ان انت، يعني هو ممكن يكون الشرح بتاعي كتير وفيه تفاصيل كتيره، بس عشان تبقى مخلي بالك منه. بس في الاخر هو هيبقى بالمنظر ده، حاجه صغيره جدا كده، 9 بلوكات وفيها افكار صغيره بس بتنور لك الطريق ازاي وانت بتبني بروجكت. طيب تعالوا نشوف كده ال9 بلوكس دول بيقولوا ايه، وهنتكلم عن بروجكت مين. هنا بنتكلم عن البروجكت بتاعنا وهو اوبر. البروجكت ده بنتكلم عن اوبر. حد استخدم اوبر في مصر، او كريم او ديدي او اندرايفر او اي حاجه من الحاجات دي؟ اتمنى لو يكون حد استخدمه. آه انا استخدمته بصراحه وكان ممتاز جدا، خاصه لما بنزل القاهره وانا ما اعرفش اماكن كتير في القاهره، فبدل ما اقعد اجري هنا وهنا ومش عارفه مواصلات والتاكسي، اركب ويركم عليا يقول لي لا 50، اقول له لا 20، يقول لي 100، مش عارف ايه. فصراحه كان حل ممتاز جدا ان انا اكون مع. ثواني بس هنوقف، في مشكله في اوكي نكمل. طيب تعالوا كده نشوف درايفر او اوبر. لا المره دي معنا اوبر. اوبر كانت بتعمل ايه، ولما بنت البي ام سي بتاعتها كانت بتعملها ازاي؟ اوكي. طيب اول حاجه، هي مين الكاستمر سيجمنتس بتاعتهم؟ مين الناس اللي محتاجه تركب معاهم؟ هم حددوا حل اتنين او فئتين، ودول مهمين جدا. هم مش بيترجتوا بس. استنى اتاكد الصوت تمام. اوكي تمام جدا. هما مش بيترجتوا ناس اللي هي خاصة بإن هما بس من الركاب. لا هما كان تفكيرهم أعلى من كده. هما قالوا لا، هي أصلا ليه أوبر طلعت في 2008؟ في أزمة عالمية اقتصادية حصلت، وفي ناس كتيرة فقدت شغلها، فإذا بقى في عربيات كتير عندي وناس قاعدة في بيوتها ما بتعملش حاجة. طيب بدل ما الناس تبدأ تشتغل بقى على تاكسيات وكانت على فكره اوبر كانت موجوده بالفعل، بس كانت بشكل مش موبايل اب، مش بشكل منظم. ان انا مثلا لو انا عاوزه اروح مكان بعيد، فانا مضطره اتصل بتليفون سواق معين اشوفه هل متاح ولا لا، واروح اظبط معاه وانزل. ولكن هل دي كانت حاجه سيفتي؟ انا ما اعرفش السواق ده ممكن يعمل ايه فيما بعد. هل ضامنه مثلا يقول لي سعر كويس، او يعني سعر متعارف عليه، او يشغل العداد او ايا كان عندهم؟ لا. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هو حل. قال لك انا بتارجت اتنين، الباسنجر والدرايفر اللي هم الركاب، وكمان السواقين. انا تارجت الناس اللي عاوزه محتاجه ان هي تتحرك، ان هي محتاجه مواصلات. هل هم تارجتوا كل الناس؟ لا، هم تارجتوا هنا الناس اللي محتاجه تروح شغل، مثلا محتاجه تروح مدرسه ايا كان. المهم في الاخر سموهم ايه؟ الركاب عامه. الركاب دول اللي هم رايحين يركبوا ويوصلوا للطريق. طيب دول اول فئه عندنا. مين الفئه الثانيه؟ الكار اونرز، الناس اللي هي عندها عربيات وقاعدين في بيوتهم وفقدوا شغلهم. فبدل ما انت قاعد في بيتك، لا، العربيه دي بدل ما هي عبء عليك وقاعده كده مركونه، انزل اشتغل بيها،
كدرايفر، وانت منها انت مضمون الناس دي كويسه وان هي موجوده على الاب وليها ريتنج، فخلاص هي هتكون حل اوفر. اوكي. طيب بداوا ايه الفاليو اللي هم بيقدموها بقى؟ طيب في فاليو 2 قدموها، مره للباسنجر ومره للدرايفر. طيب للركاب كانوا بيقدموا ان احنا اسعارنا مناسبه اكتر من التاكسيات. التاكسيات وقتها كان في مشكله خاصه بالتاكسيات، وان هو انا مش عارف التسعيره بتاعت التاكسيات كل يوم متغيره، فاحنا بنقدم لك رقم كويس احسن من التاكسيات. دي نقطه تانية اللي هما بنقدم لك ان انت تقدر تدفع عن طريق فون اب. يعني انا مثلا لو انا معايا فلوس او في فيزا بس انا معيش فلوس كاش، هل انا لو ركبت تاكسي دلوقتي قلت له والله سوري انا معيش كاش انا معايا فيزا، ينفع؟ هيقول لك ايه؟ لا طبعا. ولكن انت لو ركبت مع اوبر قلت لهم انا معايا على فون اب او معايا فيزا ينفع ادفع بيها، يقول لك اوكي مفيش مشكله حولهم لي على الاب. فاذا هم حلوا مشكله كمان الفون اب، وخاصه دي خلتنا اكتر تكنولوجي، دي الاهداف اللي احنا رايحين لها دلوقتي. كمان هو بيقدم لك السيفتي، خاصه لما نزل في مصر هو كان بيلعب على حته السيفتي، اللي هو انا البنات مثلا لو هتروح اي مكان هي ممكن تركب مع اي تاكسي ما تعرفش ممكن يضايقها، ممكن يتعرض لها تحصل لها اي مشكله. لا انت على اوبر انت معروف مين السواقين، واللي كل سواق ليه بروفايل خاص بيه، وكل سواق اصلا بتبقى في طريقه مراقبه ليه وفي ريتنج بيتحط على اساسه، فانت ضامن انت هتركب مع انهي سواق، ومفيش سواق هيبقى حابب ان هو يعمل مشكله او يضايق الكاستمر اللي معاه، فاذا الريتنج بتاعه هيبقى زفت او هيبقى مش كويس. تمام. طب ايه بقى القيمه اللي هم قدموها او الفاليو اللي هم قدموه للدرايفر؟ ان هم بيقدموا له فرصه ان هم يشتغلوا. احنا بدل ما انت قاعد في البيت وعندك مشكله دلوقتي، لا انت ممكن تنزل تشتغل. مش كده وبس، انت حتى لو عندك شغل دي زياده في الانكم بتاعك. انا ممكن والله بشتغل من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 9 لغايه الساعه مثلا 4 العصر، ممكن بعدها من الساعه 6 مثلا لغايه الساعه 10 انا قاعد فاضي والعربيه فاضيه ما بعملش حاجه بيها، ليه ما انزلش ازود دخل بيها؟ اوكي. ايزي جوين، انت سهل ان انت تنضم للكوميونتي خاص بالديفلوبر سوري للدرايفرز، وان هم توصل لهم بسهوله، واذا انت بتزود الانكم بتاعك. اوكي. طيب تعالوا نشوف بقى الكاستمر ريليشن هم عملوا ايه عشان يضمنوا الناس دي تفضل على طول على تواصل معاهم. اولا ودي الجزء المهم اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، الريفيو، الريتنج، الفيدباك سيستم، الحاجات دي كلها بتخلي العميل هو مطمن هو بيركب مع انهي سواق. يعني مثلا انا لما هفتح موبايل اب الاوبر مثلا موبايل اب بتاعهم، وهلاقي مثلا الدرايفر ده عنده الريتنج بتاعه 5 من 5، يعني راجل ممتاز وكل الفيدباك بتاعه زي الفل، اذا انا هبقى مطمنه وانا بركب معاه. بعكس مثلا لقيت واحد نجمتين او نجمتين ونص او نجمه ونص، لا هبقى خايفه فخلاص هسيبه، فهلاقي ناس تانية الريتنج بتاعها افضل. فالحاجات دي بتخلي العملاء دايما احنا بنركب مع شخص فيه امان، مش خايفين والله لما هنزل والله اودي ولادي مدرسه ولا بنتي هتروح مكان بعيد انا مش خايف، لان انا عندي ريفيو وعارفه مين السواق اللي هيركب معايا. طيب ايه الشانل بتاعتهم او ايه الطرق اللي هم وصلوا بيها الفكره بتاعتهم؟ عن طريق الموبايل اب اللي هم عملوه، وكمان الويب سايت اللي انت تقدر تدخل وتشوف كل الخدمات اللي هم بيقدموها. تعالوا نشوف كده ايه الكي ريسورس بتاعتهم. انا ليه بدات بالكي ريسورس دي؟ لانها شبه شويه اللي احنا هنعمله، يعني او لو انتوا فكرتوا تعملوا فكره خاصه بالتكنولوجي. طيب الكي ريسورس اللي هم يقدموا البلاتفورم بتاعتهم دي بقى ايه؟ بلاتفورم سواء موبايل اب او ويب سايت، الحاجات دي كلها دي ريسورس هم محتاجينها، موارد محتاجينها عشان يشتغلوا اصلا. هل لو ما فيش موبايل اب هنعرف نشتغل؟ او يبقى اذا دي حاجه مهمه ضروريه احنا محتاجينها عشان نشتغل بيها. كمان في برايسنج الجوريزم، هو ازاي هندفع؟ الناس دي عندها موبايل، معاها فيزا، معاها فلوس بس في فون اب، ازاي هتدفع لنا؟ فاذا انا محتاج احط برايسنج الجوريزم. يبقى انتوا كمان لو انتوا عندكم هتعملوا ويب سايت طريقه الدفع فيه في يعني سبسكريبشن او حاجات زي كده، محتاجين تدوروا هو البرايسنج الجوريزم هتكون عامله ازاي، تبنوا الاركتكتشر بتاعتها، تبقى عاملين اللي هو الاول هيدخل يحط الفيزا، طب الحاجه دي سيفت ولا لا، طب السكيورتي بتاعها عامل ازاي، الحاجات دي تكونوا حاطينها في الحسبان. بعد كده الروتنج الجوريزم. اوكي.
طيب تعالوا نشوف بقى مين ايه الكي اكتيفيتي بتاعتهم اللي هم كانوا بيعملوها، الانشطه اللي هم كانوا بيعملوها رئيسيه عشان الفكره بتاعتهم توصل. ان هم كانوا بيطوروا في البلاتفورم بتاعتهم، على طول شغالين تطوير فيها، لان كل ما يجي لهم مثلا ريفيو مش كويس، ريتنج مش صح، فيدباك مش شغال كويس، الفيدباك سيستم كان في الاول مش شغال كويس، فالحاجات دي خلتهم دايما مركزين ازاي نطور من نفسنا، ازاي البلاتفورم تبقى احسن. دي جزء من الكي اكتيفيتي بتاعتهم. في كمان جزء الماركتنج او الدرايفر انبوردنج. يعني مثلا انا لما الدرايفر ده هينضم ليا على الموبايل اب، ازاي هينضم؟ طب لما هيجي ينضم مثلا ايه الحاجات اللي هو الفورم اللي هو محتاج يملاها عشان ابقى مطمنه الدرايفر دوتي مش هيعمل لي مشكله. اوكي، جزء الماركتنج بتاعهم كويس جدا جدا جدا. دايما تلاقوا من وقت لتاني مثلا في بدايه الدراسه تلاقي ان هم بداوا يتكلموا ايه، طب يا جماعه الناس اللي هي عندها دراسه او عندها جامعات هننزل لكم مثلا خصم 50% او توصيله مجانا، او هنوصلكم من كذا لكذا لو انت نازل في منطقه كذا عشان في ازدحام مروري، احنا هنخفض التكلفه مثلا او حاجات زي كده. فاذا هما بيعملوا اكتيفيتي بتخلي دايما في اويرنس، الناس عارفه هما بيعملوا ايه. اوكي، تعالوا نشوف مين الكي بارتنر بتاعتهم. الكي بارتنر بتاعتهم تخيلوا مين؟ كي بارتنر هنا الدرايفر اللي عندهم عربيات، هم بيعتبروهم دول انتوا بارتنر معانا، لان شركه اوبر هي شركه بتقدم لك سيرفيس بتاعت عربيات، بس هل هم بيمتلكوا العربيات اصلا؟ لا، هم ما عندهمش عربيات اصلا. هو التاكسيات والحاجات دي هو ما عندهمش ولا تاكسي ولا عربيات. هم عاملين بارتنر مع الدرايفر دول بيعملوا بارتنر عن طريق الموبايل اب، واذا بيبداوا يشتغلوا. بس هل اوبر تقدر تقول انا معايا النهارده 50,000 عربيه بتشتغل؟ لا طبعا، هم معاهم الدرايفر دول هم اللي معاهم عربيات، فاذا دول من البارتنر بتاع البارتنر اللي هم شغالين معاهم. مين كمان؟ المابينج داتا. هم محتاجين يعملوا زي مثلا انا لو هروح لطريق فانا محتاج يكون معايا جوجل ماب. جوجل ماب هي اللي توصلني ايه اسرع مثلا اسرع طريق لو انا مثلا هنزل من اسيوط اروح القصيه، ايه اسرع طريق يوديني من هنا لهنا. تمام، فهم دايما بيشتغلوا على حته المابينج، اللي هو بحيث دايما في القاهره بيبقى فيه حتت بيبقى فيها ازدحام مروري، هل ينفع ان هم يروحوا معدين على المكان اللي هو فيه ازدحام مروري ويقول لك يلا هو ده احسن طريق؟ لا، دايما بيبقوا حاطين، هم بيحاولوا يطوروا في الجزء ده ايه افضل طريق الدرايفر يوصلك بيه وما يكونش فيه ازدحام مروري عشان ما تحصلش مشكله، عشان ما تتاخرش عن شغلك. اوكي، البيمنت بروسيس هو انا الشخص ده هيدفع لي ازاي؟ لو هيدفع لي عن طريق الموبايل اب، طب هيدفع ازاي؟ طب البروسيس بتاعته. فاذا انا لازم ابقى عارف البنوك، مثلا لو انا عندي فيزا مع بنك الاهلي ولا بنك مصر ولا البنوك دي، هي طرق الدفع بتاعتها ازاي، وابقى عامل معاهم بارتنر عشان الناس دي تبقى عارفه انا مش بسرق، انا الفلوس بتطلع من الكاستمر او الكلاينت اللي راكب العربيه بتروح للدرايفر وبتبقى لي النسبه بتاعتي. اوكي، طب تعالوا نشوف بقى الريفينيو ستريم، هم بيكسبوا ازاي؟ تفتكروا هم بيكسبوا ازاي اوبر؟ طريقه بسيطه، بيبقى لهم نسبه على كل ركوبه. يعني انا مثلا لو انا نزلت القاهره وعاوزه اروح مثلا جامعه القاهره، انا نزلت عند رمسيس واروح جامعه القاهره، ركبت مع اوبر قال لي مثلا 100 جنيه 50 جنيه، انا ما اعرفش الصراحه ممكن تكلفتها دلوقتي تكون كام، فقال لي مثلا 100 جنيه. هم بيبقوا حاطين نسبه معينه برسنتج كده، هي دي النسبه بتاعتهم. اوكي، هي دي اللي بتروح لاوبر. تمام، وطريقه بسيطه بس يعني تخيل كل اللي عاملين ده في الاخر طريقه الدفع بسيطه، فحاولوا ما تعقدوش الفكره. بعد كده بنروح للكوست ستراكشر، اللي انا هصرف فيه فلوس، ايه الحاجات اللي انا محتاجها عشان اصرف فيها فلوس. اوكي، هتلاقي التكنولوجي بلاتفورم، هل البلاتفورم دي اللي انا هبنيها مش محتاجه فلوس؟ محتاجه. الدرايفر الديفلوبر اللي هيشتغل عليها محتاج فلوس، السيرفر اللي انا هحجز عليه محتاج فلوس، الدومين اللي انا محتاج فلوس، ان انا انزل موبايل اب على جوجل على جوجل اب محتاج فلوس. الحاجات دي كلها محتاجه فلوس. الماركتنج، انا لو انا محتاج مثلا اشتغل على ماركتنج كامبين والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها بتصرف فلوس. طب وكمان مين؟ الامبلوي، الناس اللي شغاله جوه الشركه نفسها. انا مش بتكلم عن الدرايفر دلوقتي، احنا قلنا الدرايفر خلاص دول ناس
بارتنر اصلا. الامبلوي ان هم الناس اللي شغاله على جزء الفاينانس وجزء الماركتنج والحاجات دي كلها، دول محتاجين فلوس. فانا كده عرفت مين الكوست ستراكشر، عرفت الريفينيو ستريم انا هحسب ازاي، عرفت الفاليو بروبوزيشن اللي انا بقدمها للعميل، فالعميل ده هيفضل دايما حابب انه يتعامل معايا. عرفت الكاستمر ريليشن ازاي اخليه دايما عنده ولاء ليا وحابب يتعامل مع الاب بتاعي او الويب سايت او ايا كان البرودكت اللي انا بقدمه. الكاستمر سيجمنت، انا ايه الفئه اللي انا بحددها، وقلنا ما ينفعش خالص ان انا اقول انا بحدد كل الناس، انا هشتغل على كل الناس، دي فكره غلط تماما ومش بتنجح. بعد كده الكي اكتيفيتي بتاعتي، انا بعمل ايه عشان الايديا بتاعتي تنتشر ويبقى في اويرنس بيها. الريسورس اللي انا محتاجها او الموارد اللي انا محتاجها عشان البروجكت يشتغل. البارتنر اللي هيكونوا معايا عشان ينجحوا البروجكت. اوكي، لغايه كده اعتقد احنا خلصنا. فاضل بس ان انا ابعت لكم شويه حاجات كده ويب سايتات لطيفه جدا. شكرا جدا، كانت معاكم النهارده شروق اسامه. هبعت لكم بس الحاجات دي اللي هي ممكن تستخدموها. دي ممكن تنزلوا فري بزنس موديل كانفاس وتبداوا تشتغلوا عليها، هتبقى لطيفه جدا. اوكي، تعالوا كمان في ناس بتحب ان هي تقدم حاجات 3D او يعني تشتغل على بروجكتات خاصه. مش عارفه موجود دلوقتي 3D ولا لا. think لا مش هي دي. في بيزنس موديل تانية لو انتم ما حبيتوش الاولانيه ممكن برضو تشتغلوا عليها. وحاولوا يا جماعه وانتم بتشتغلوا على الحاجات دي ما تشتغلش لوحدك، ما تقولش اوكي انا فاهم كل حاجه وخلاص. حاولوا تتجمعوا انتوا كتيم وتبداوا تفكروا، طب احنا المشكله اللي احنا بنشتغل عليها رايحه لفين؟ طب احنا ايه الحل اللي احنا هنقدمه؟ طب الحل ده مين الكاستمر؟ تعرفوا لما انتوا بتحددوا بس على الاقل مين الكاستمر بتاعكم، تعرفوا ترسموا اليو اي يو اكس. يعني مثلا لو انا هعمل ويب سايت خاص بالاطفال، بعلم الاطفال البرمجه، غير لما بعلم الناس البرمجه وهم كبار. لا، الاطفال محتاجين تبقى المعلومات تبقى ابسط، فيها تعليم البرمجه يكون مثلا بلعبه بازل معينه لما يركبوها مع بعض تتكون هالو وورلد، فيتعلموا منها، تبقى حاجات بسيطه كده، فواو دي تبقى تفرحهم اكتر. في العاب كده، في دودلز، في الوان كتيره، اطفال بيحبوا الحاجات دي. غير مثلا لما تيجي تعلم بروجرامينج للكبار مثلا، لا مش هيبقوا حابين فكره الالعاب، هيبقوا حاسينها في حاجه بتضيع وقتهم، لا هم عاوزين المعلومه، انجز قول المعلومه. اوكي، الحاجات دي كلها بتفرق معاكم. اوكي، الماتيريال ماشي. استاذ هشام بيقول ربنا يبارك لك. تمام. تعالوا نشوف مثلا، ابعت لكم لو حد ثواني حد حابب يشتغل على الموضوع ده. اوكي، ممكن كمان ابعت لكم البرزنتيشن لو حابين تقروا فيه اكتر وتتعلموا، مفيش مشكله. في النهايه انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، اتمنى ان انتوا تبداوا تطبقوا الحاجات دي، ما تقولوش الموضوع صعب او التفاصيل كتيره، بس يعني هي بسطوا الموضوع على نفسكم، هي 9 بلوكات لو فعلا عملتوها هتستفادوا، وبعدين تبداوا تبنوا التكنولوجي. حاجه كمان، مش عاوزاكم تقعدوا تركزوا بزنس 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 ازاي هنعمله از بزنس. المسابقه مش بزنس، مش ستارت اب، هو بيمنشن اكتر ازاي انت تشوف مشكله في مجتمعك وتقدر تحلها بطريقه تكنولوجي. بس لو قدرت حته احنا ليه عاملين السيشن دي كلها؟ عشان نقول لكم لازم يكون في استمراريه، في سستينابيلتي، في فكره ان هي لو انت مثلا حبيت تحولها از ستارت اب تلاقي حد ينفست فيها وتقدر تلاقي تدخل انكيوبيتر. مش عاوزين فكره تعملوا وتتعبوا از تكنولوجي وبعدين تترمي او اللي هو تتركن على جنب، لا ممكن تستفادوا بيها فيما بعد. اوكي، شكرا جدا. انا مش عارفه حاله معايا ولا لا. اوكي، ثواني. ممكن ننتظر دقيقة كده نشوف لو في حد عنده أسئلة ولا حاجة.
your speed. تمام، احنا دلوقتي خلاص اعتقد ان احنا كفينا، وكانت اعتقد كفايه قوي ساعه وربع عليكم. في ربع ساعه ما كانش النت افضل حاجه، هنقصه على اليوتيوب بحيث ان هو تبقى فتره الشرح بس. وشكرا جدا ليكم. لو حد عنده اي اسئله يدخل على الصفحه على طول ويسالنا، مفيش اي مشكله. كمان جروب واتساب موجود. يلا مع السلامه.